قال إيدي كوهين صحفي إسرائيلي من اليهود لبنان باحث أكاديمي إن أمريكا اعترفت في غشت 2020 بالصحراء للمملكة المغربية مقابل التطبيع العلني مع إسرائيل، لكن حكومة نتنياهو وقتها وضعت شرط الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مقابل الاعتراف بالصحراء. بعد نقل ترامب السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالأخيرة عاصمة لليهود. وأضاف كوهين في تغريدة على موقع تويتر أنه بعد الضغوط المضنية من طرف وزير الاستخبارات سابقا والخارجية حاليا إيلي كوهين على حكومة نتنياهو بعدم الربط بين القدس والصحراء، وأنه لا بد من ترك مساحة سياسية للإعلام المغربي فيما يتعلق بالقضايا العربية والإسلامية. واقتنع نتنياهو أخيرا وأقنعه أيضا بتعيين قائد لواء حيفا في الجيش الصهيوني العميد شارون ملحقا عسكريا في المغرب. وأضاف إيدي كوهين أنه تم الاقتناع بإقامة مصانع طائرات درون مسيرة إسرائيلية الصنع في الداخل في الصحراء المغربية، وأيضا نقل 600 صاروخ باليستي هناك لتأديب البوليزاريو الذين يفكرون في اختراق الأراضي المغربية، مع وضع أجهزة رصد حرارية على كافة الحدود مع تيندوف، مؤكدا أن إسرائيل مع المغرب ظالمة أو مظلومة. تأكدوا من هذه الحقيقة.